انا مش بجبرك تصدقني، بس لما تلاقي دبدوب نايم جنبك وانت متأكد انك حبسته جوه الدولاب وقفلت عليه بالمفتاح، وقتها بس هتعرف وهتتأكد ان اللي هقولهولك ده حقيقي. انا سلوى، عندي 29 سنة، بشتغل مدرسة في حضانة خاصة في القاهرة الجديدة. تقريبا من سنة اشتريت شقة صغيرة في التجمع. قسطها خنقني جدا، بس كنت فخورة بنفسي. كنت فخورة اني قدرت ابدأ حياة مستقلة. الشقة كانت متشطبة، كل حاجة فيها كانت عادية، بس كانت في نظري حلوة قوي. لحد ما قررت أبدأ أزوق أوضتي بلعبة قديمة لقيتها في محل أنتيكات في الزمالك. كان دبدوب بني عادي، كان شكله بسيط جدا، بس اللي شدني فيه إن عينه الشمال كانت مكسورة، ووشه كان عليه خياطة قديمة كأن كان في حد مخيط وشه بإيده. معرفش ليه اتشديت ليه. الراجل صاحب المحل قال لي ما تاخديهوش، اوعي تاخديه معاكي البيت. اللعبة دي كانت للطفلة ماتت وهي ماسكاه، والبنت كانت غريبة شويتين. ضحكت وقلت له دي مجرد خرافات، وصممت اشتريه. بس اكتر حاجة علقتني بيه، قلت اكيد الراجل بيقولي الكلام ده علشان يصير فضولي ويخليني اصمم اشتريه. وفعلا اشتريته. من اول ليلة حسيت بحاجة مش طبيعية. كانت الساعة 3:13 الصبح. صحيت على صوت خطوات في الصالة، خبط خفيف كأن حد بيجرجر حاجة على السيراميك. قمت مفزوعة، استجمعت شجاعتي وفتحت باب الأوضة. ما لقيتش حد، بس الدبدوب لقيته قاعد قدام باب الأوضة. أنا كنت سايباه فوق الكومودينو وأنا متأكدة. حاولت أبرر لنفسي، قلت يمكن وقع واتدحرج على الأرض. قلت يمكن حصل أي حاجة. رجعته مكانه وقفلت باب الأوضة بالمفتاح. لكن اللي حصل بعد كده خلى قلبي يقع. قلقت تاني وكانت الساعة 4:07. سمعت سماعات الموبايل اشتغلت لوحدها بصوت عالي، بصوت طفل بيضحك. كان الصوت واضح كأنه قاعد جنبي. قلت يمكن صدفة والموبايل اشتغل لوحده. حاولت انام وفعلا نمت بسرعة، بس يوم ورا التاني كل يوم نفس النمط. الدبدوب بيتنقل لوحده، ونفس الخطوات اللي بسمعها بالليل، نفس ضحك الطفل في الحمام، وفي ريحة بودرة أطفال في الجو. كل ده وأنا عايشة لوحدي، مفيش حد معايا في الشقة. الأمر اتطور بقى. لقيت ورقة مكتوبة في جيب الدبدوب، ورقة مكتوب فيها بخط طفولي: أنا عايزة ألعب معاكي يا مس سلوى. بدأت أشك في عقلي ورحت لدكتور نفسي. قال لي ده مجرد توتر بسبب الوحدة وضغط الشغل. بس الليلة اللي بعدها لقيت الدبدوب نايم جنبي على السرير، ومعاه ورقة جديدة ومكتوب فيها: لو ما لعبتيش معايا هزعل منك. صورت الدبدوب وقررت ابعته لواحدة صاحبتي اسمها ريم، بتفهم في الطاقات وفي السحر. لقيتها كلمتني الساعة 2 بالليل وهي مفزوعة، وقالت لي سلوى، اللعبة دي فيها حاجة مش طبيعية. الدبدوب ده معمول له ربط بروح طفلة مقتولة. الدبدوب ده مش طبيعي، لازم تتخلصي منه. ده مكتوب على القماشة الداخلية بتاعته طلاسم علشان تمنع الروح من مغادرة الدبدوب. انتي محتاجة حد يفكه، او حاولي تقطعي الدبدوب وترشيه بالمية والملح ومية مقري عليها قرآن، بس حاولي تقطعيه. لما انا حاولت اقطعه حصلت حاجة جابت لي صدمة عصبية حرفيا. الدبدوب لقيته بيصرخ بالظبط. مش كلمة مجازية، لا، ده صوت حقيقي زي ما يكون في طفل بيتعذب. ولقيت رجلي اتشدت تحت السرير فجأة، وفي صوت همس ليا من تحت السرير، وحد قال لي انتي وحشة. ماما قالت لي انتي وحشة.
انتي اللي قتلتي ماما. كنت هتجنن. كلمت ريم، قالت لي لازم تجيبي شيخ، مش هتقدري تقطعيه لوحدك. وفعلا جبت شيخ ودخل شقتي، وبمجرد ما شاف الدبدوب وشه اتقلب وقال لي دي روحه مربوطة ببنت صغيرة، بس دي مش روح عادية، ده كيان متجسد بيتغذى على الخوف وبيتغذى على الدم. قرا قرآن، والدبدوب بدأ يتحرك لوحده على الأرض ويترجى كأنه في نوبة غضب مش طبيعية. وفجأة الكهرباء اتقطعت، الشيخ نفسه وقع على الأرض مغمى عليه. صحي بعدها بشوية وقال لي أنا مش هقدر أعمل لك حاجة، الموضوع أكبر مني، لازم حد أحسن مني وأكبر مني يجي يتخلص منه، لازم تعرفي سره علشان تقدري تفكي اللعنة بتاعته. وفعلا بعدها بساعة لقيت الدبدوب رجع مكانه تاني فوق الكومودينو، ومكتوب على الحيطة بالدم هنلعب مع بعض لعبة تانية. بس بعد ما الشيخ مشي قررت أفتش وأدور في ماضيه. رحت تاني محل الأنتيكات اللي كان في الزمالك، بس المرة دي المحل كان مقفول، وما كانش مقفول عادي، لأ، ده كان متشمع بالشمع الأحمر ومغلق بقرار من النيابة. حاولت أجيب معلومات لحد ما وصلت لصاحب قهوة قريب من المكان. قال لي أيوة احنا عارفين الراجل ده كويس، الراجل ده مش مظبوط أصلا، بتاع الأنتيكات ده اتقبض عليه من شهر تقريبا، لو عنده حاجات من قضايا قتل قديمة، وناس كتير اشتكت عليه، وساعات كان بيبيع لعب أطفال من بيوت حصل فيها جرايم. ولما تقدم فيه بلاغات كتير جم وقبضوا عليه وقفلوا المحل بالشمع الأحمر. وقتها فهمت إن الدبدوب ده طالع من مكان فعلا فيه دم. بعدها فتشت أكتر ودورت أكتر، وشفت في أرشيف الجرايم الأطفال القديم، لقيت خبر قديم من سنة 1998 في جريدة مطبوعة بعنوان طفلة مذبوحة على يد والدتها والأم تنتحر بعد الجريمة بدقائق. اللي حصل إن الأم كان اسمها وردة، وكان ليها طفل اسمها جنة. الست دي كانت أرملة، وكانت حالتها النفسية متدمرة جدا، وكانت بتتعالج من اضطراب نفسي حاد بعد الصدمة، لأن جوزها مات فجأة في حادثة، كانت بتحبه جدا. الست كانت بتسمع أصوات وبتقول إن بنتها مش طبيعية، وإن جنة دي جواها شيطان ولازم تقتلها علشان تنقيها. وفي يوم دخلوا عليها الشقة لقوا جنة مذبوحة وماسكة في ايديها الدبدوب، نفس الدبدوب، دبدوب بني بعين مكسورة وفي وشه خياطة. ولقوا الأم شنقة نفسها، ولقوها كاتبة على الحيطة بدمها أنا ما قتلتش جنة، هو اللي خلاني أعمل كده، هو اللي كان بيضحك على طول، وبالليل هو اللي كان بيزن في وداني كتير علشان أقتلها، علشان أنقيها، أنقذها من الكيان الشرير اللي جواها. كل ده كان مكتوب على الحيطة بلون الدم، والجرايد كتبت عن الجريمة البشعة اللي حصلت. بالليل لما رجعت الشقة كنت داخلها وأنا مرعوبة، لأني خلاص متأكدة إن الدبدوب فيه طاقة سلبية مش مظبوطة، فيه كيان شرير عايش على تكرار الجرايم وبيتغذى على الخوف والألم والدم. كنت بحاول أحصن نفسي على طول، لأني كل ما طلعه برا الشقة كان ببساطة بيظهر تاني جوا الشقة. وفي ليلة وأنا نايمة صحيت على صوت باب أوضتي بيتفتح، لقيت طفلة قدامي شعرها منكوش ولابسة فستان قديم وباين عليه نقط دم صغيرة. لقيتها قربت مني وقالت لي بصوت مرعوب هو اللي قال لي إن ماما وحشة، وأنا سمعت كلامه. ماما كانت بتحاول تحميني بس هو كان أسرع منها، أنا كنت بعيط وهو اللي كان بيضحك. سألتها وأنا مرعوبة هو مين؟ قالت لي اللي جوه الدبدوب، شاف الدم وعجبه وقرر يفضل، بس دلوقتي هو عايز ماما جديدة، وانتي بقيتي ماما الجديدة. في اليوم ده سبت الشقة وسافرت، هربت. بعدها
كل ليلة بيجيلي إشعار غريب على الموبايل من رقم مجهول، في تسجيل صوتي بصوت بنوتة صغيرة بتغني وبتقول: ماما زمانها جاية جاية بعد شوية. كنت هتجنن، ما كنتش عارفة أعمل إيه ولا أهرب أروح فين تاني. لقيت مكتوب خبر عن ريم صاحبتي، لقيته على الفيسبوك إن هي كمان اختفت، بس آخر صورة كانت محطوطة لها على الفيس كانت متصورة ومعاها دبدوب بني، وكانت قاعدة على كنبة وماسكاه وعينه اليمين مكسورة ومتخيط في وشه. الله أعلم ريم حصل لها إيه. كنت هتجنن، مكنتش عارفة أعمل إيه ولا أكلم مين ولا أقول لمين ينقذها أو ينقذني. أنا هربت وسبت كل حاجة، سبت كل مكان ممكن أي حد يعرفني فيه أو أعرفه فيه. هربت وأنا خايفة من دبدوب صغير لعب، هربت وأنا خايفة إن هو يظهر لي تاني ومش عارفة أعمل إيه.